لو حسيت إنك ملان، تعمل إيه بقى علشان تسلي وقتك وتبقى creative؟ كله بيتكلم عن كده، بس ليه ما حدش بيتكلم أنت أصلًا لازم تبقى ملان علشان تبقى creative. فأهلًا بيكم في سلسلة The Creative Mode الحلقة الخامسة، وأنا في رحلتي عشان أستعيد روح الcreativity اللي الكلية بوظته اكتشفت حاجة، وهو إن أنا عشان أعمل حاجة creative يبقى لازم أدّي وقت ومساحة علشان أعمل حاجة creative. الموضوع يبان حمادة جدًا بس الحتة دي مهمة. تخيل معايا إنك كنت عايز ترسم رسمة بس أنت كنت مستعجل ساعتها وعندك مشوار، فاللي حصل إنك أولًا كروِتّ الرسمة، ثانيًا أنت ما استمتعتش خالص، وده لإنك ما اديتش ولا وقت ولا مساحة كافية لنفسك إنك تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها، وإنك ترسم وإنك تقدر تعبّر عن أفكارك براحتك. يعني الكلام منطقي لحد دلوقتي، بس مع الأسف إحنا بنعمل كده. مش بتيجي أوقات تحس إن جات لك فكرة حلوة، لأ فكرة تحفة هتكسر الدنيا، بس أكيد أنت كنت ساعتها ملان فرُحت عملت scrolling على الإنستا والفيس وكل حاجة، وبس راحت الفكرة اللي هتكسر الدنيا. فأنت عندك أفكار حلوة، بس الscrolling عامل زي الحاجز حابس أفكارك في الجمجمة الجميلة بتاعتنا دي. هتلاحظ بقى إنك لمّا تبقى ملان شويتين 3 كده وتقاوم إنك تمسك الموبايل، دماغك هديت، ابتديت تفكر بوضوح، ومش عارفة بس كتير كنت باحس إني فاقدة المتعة في حاجة معينة بقيت أستمتع بيها تاني. فخلّينا ناخد الحكمة اللي once قالتها ميار اللي هو أنا، زي ما النوم لجسمك راحة، الملل لأفكارك مساحة عشان تبقى creative.